عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم من فيديو جديد من قناتي انا واخواتي. معكم منى. النهاردة معانا طريقة اكل سهلة وبسيطة جدا، اللي هي عبارة عن صينية البطاطس السادة، وطبعا هنعمل جنبها رز. اول حاجة طبعا عملتها، قطعت البطاطس زي ما انتم شايفين كده شرايح صغيرة وسط، ولا هي تخينة ولا هي رفيعة. وقطعت عليه البصل برضو شرايح زي ما انتم شايفين كده، مش تخينة قوي، هي وسط. ومعنا الرز بتاعنا العادي. وازاي هقولكوا ازاي بقى تعملوا صينيه البطاطس دي كانها فيها فراخ، انها مش انها ساده. هقولكوا ازاي. معنا طبعا البهارات اللي عباره عن بابريكا وفلفل اسمر وتوم بودر وبصل بودر وبهارات فراخ وملح وكاري و... وقرفه وجنزبيل وطبعا وبس. هنعمل مع بعض واحده واحده وهقول لكم انا هعمل ايه بالتفصيل. النهار هعمل رز معاكم، اعمل رز وارجع لكم. طبعا هنا البطاطس اهي هنحط عليها البهارات معاكم، لان النهارده بسيط مفهوش اي حاجه. بس السر بقى ان انتي تاكلي تحسي ان انتي بتاكلي فراخ. اول حاجه حطينا ده بهارات فراخ، تمام. شويه توم باودر، هنحط طبعا عشان نحط توم صحيح. شويه بصل باودر، شويه جنزبيل وقرفه، طبعا ده مفيد جدا لمرضى السكر والقلب. شويه بهارات مشكله، شويه فلفل اسمر، شويه قرفه، شويه بابريكا. طبعا احنا هنحط عليه شويه صلصه، نعملها النهارده بالصلصه. وشويه اخر حاجه طبعا شويه من الكاري. حطينا البهارات، هحط عليهم الصلصه وارجع لكم تاني. شكل البطاطس اهو بعد ما حطينا عليها الصلصه والبهارات بتاعتها. اسيبها بقى على النار مع نفسها تستوي وارجع لكم واحنا بنغرف. وده شكل البطاطس اهو، سبتها تاخد غلوتين على النار، ادخلها بقى الفرن وارجع لكم واحنا بنغرف. شكلها حلو اهو جميل. وبكده بيكون شكل البطاطس بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. جميله جدا، جربوها ومش هتندموا ابدا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.